في مخص القضية هذه اللي قاتل الأخر انتشار كبير، وين وجدنا أشياء وأغراض متعددة اللي كاين منها طبية وشبه طبية وكيميائية. جميع الأغراض هذه تم حجزها وإرسالها إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام بوشاوي لتحليلها وإعطائنا مواصفاتها ونوعياتها وتأثيرها على الصحة العمومية. جاتنا النتائج تحدثت لي منها تم إنجاز محضر لسماع جميع الأطراف بما فيهم رئيس الجمعية، جموع المخالفات المرفوعة للجمعية، ما نقولوش للشخص، بالرغم أنه كان شخص هو الفاعل وباقي الأشخاص هما ثانويين. الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب، استعمال الطب والصيدلة في مجال غير خاضع لمواصفات البناء والنظافة والأمن والتجهيز المحدد، تقديم وتطبيق أساليب تقنية وعلاجية مغايرة لما يدرس في البرامج الوطنية، تسويق أدوية ومواد بيولوجية موجهة للاستغلال البشري واستعمالها على المواطن بدون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة، توظيف ممرضين خارج التشريع المعمول به، العمل في غير الحدود المضبوطة والمحددة بالتأهيل المساعدين الطبيين، رم النفايات الطبية خطيرة في أماكن غير مخصصة لذلك، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد على سجل تجاري.